كالعادة فراخنا واكلة الأخضر واليابس، اللهم بارك ما شاء الله. النهاردة هنقضي على الكوكسيديا والكوليستريديا، نديهم التحصينة. هم الحمد لله ما عندهمش، هنديهم التحصينة المهمة دي. هقول لكم الكيس ده مهمته ايه ان شاء الله. قبل ما نبدأ اي حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك بالله عليكم للفيديوهات عشان تترفع معايا. شفنا الاوزان اخر فيديو. النهارده اليوم ال13، نبدا الجرعه معايا ان شاء الله على خير. بس انا بحب قبل ما احط لهم اي حاجه الاول هحط لهم العلف، لانهم هم جعانين جدا زي ما انتم شايفين، هيتجنوا على الاكل. علشان كمان اعرف احط لهم الجرعه دي لازم يبقوا عطشانين جدا برضو. احط لهم الاول ياكلوا. هنضف معاكم العشه والمكان. جبت جير مطفي. الناس اللي كانت بتسالني انا بستخدم علف ايه، هصور لكم شكاره العلف. انا لسه طبعا في العلف الناعم، طبعا هم لسه ما جابوش النص كيلو. احنا بنجيب العلف الناعم بنخلصه لما يجيبوا النص كيلو ان شاء الله على 18 يوم. معايا من 18 ل 22 يوم، انا الدكتور البيطري كان قايل لي كده. هنضف العلافات واحط لهم العلف ياكلوا ونتعامل ونشوف الدنيا فيها ايه. بس برضو خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نشوف الكيس ده مهم في ايه ان شاء الله. دقيقه احط لهم العلف وارجع لكم. انا بقى هستغله وهم بياكلوا كده ما شاء الله اللهم بارك اهو، الله اكبر، هم جعانين جدا. هستغل بقى وهم بياكلوا كده. هشيل السقايه، شايفين فاضيه خالص، مفيش ولا نقطه ميه، علشان احط لهم السقوه بتاعتي. وهالارض كلها رطبه هزودها. والناس اللي سالتني انا بستعمل علف ايه، اهو يا جماعه، اهو السلام، اهو بجيب السلام. علف ده ممتاز جدا 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 ما شاء الله اللهم بارك. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه هرطب الارض، طبعا هحط جير على الارض. انتوا شايفين طبعا الارض عامله ازاي. انا حاسه انها فيها مبلوله شويه، رطبه شويه. هي تحتهم برضو مش قوي، بس اهو اهي، بس برضو لا. احنا ما بنشيلش الفرشه طول الشتاء طبعا، بنحط الجير وبنحط اللي كان بقى التبن او اللي عندي النشاره المتواجد عندي. انا بقى هستغل ان هم بياكلوا ملمومين وهحط لهم البتاع ده الجير المطفي وارجع لكم تاني. اهو حطيت الجير المطفي في الارض زي ما قلت قبل كده. برضو لو نكشوا فيه مش مشكله خالص. انا كده حطيت الجير المطفي. لازم واحنا بنحط الجير المطفي ايدينا تبقى واطيه لتحت خالص عشان ما تعملش عفره عليهم، علشان التنفس عندهم ما يضايقهمش. الناس اللي كانت بتسال برضو شكاره الجير المطفي بنجيبها من عند بتاع الاسمنت او من عند العلاف اللي هو البيطري، الدكتور البيطري، او من عند بتاع الاسمنت. عامله كام؟ عامله من 35 ل 40، مش كلهم بيبيعوها زي بعض. شكاره الجير المطفي اهي، جير مطفي اهي. وكنت بجيبها قبل كده اهي، مزارع مكتوب عليها مزارع من تحت اهي. كنت بجيبها قبل كده مرسوم عليها هنا ديك كبير كده، لكن دي غيرها، متهيألي دي غيرها. شايفين بيبقوا فرحانين قوي 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 بالفرشه. هنتكلم النهارده على كوكس فيور، اهميته ايه. الجرعه دي بننزل بيها في اليوم ال13 او اليوم ال12 للفراخ. مهمه ليه؟ بتنهي على الكوكسيديا والكوليستريديا اهي. انتوا لو قارئين عليها ان الجرعه بتتاخد سنتي واحد جرام على لتر الميه لمده 3 ايام متواصله. انا بجيب الكيس ده بفضل 3 ايام متواصلين ليل ونهار احط لهم منه، ليل ونهار احط لهم منه، ويخلص العلاج يومين وارجع اجيبه تاني كيس تاني. الكيس عامل كام؟ برضو 35 ل 40 على حسب البيطري بيديهولك بكام. الكيس ده مهم جدا. الناس اللي ما تعرفش يعني ايه كوكسيديا او كوليستريديا، الناس اللي لسه اول مره تربي او ما كانتش تعرف الجرعه دي يا جماعه. الكوكسيديا اللي هي الاسهال البني اللي بيعمل ريحه وحشه، ده اسمه حرامي الاوزان اصلا.
بتاع الاسهال ده بيبقى عند الفراخ لما يكون عندها كوكسيديا. بيجي بقى من حاجات كتير، حاجات في الامعاء، حاجات في العلف التنفسي، ما عرفناش ما هوناش تحتهم البتاع ده، المكان بتاعهم ما نضفناش، من حاجات كتير. ده مهما تحطي علف الفراخ معاكي ما بتزيدش. فاحنا بنجيب، احنا الحمد لله انا ما عنديش الكلام ده. انا اول ما شفت مره اسهال خفيف رحت زي ما قلت لكم قبل كده عملت شيح على شاي على ليمون قضى على الاسهال عندي. انا دلوقتي ما عنديش اي حاجه، علشان الفرخ كل ما بيكبر كل ما المناعه بتاعته بتقل. يعني هو صغير دلوقتي عنده مناعه، كل ما بيكبر الفرخ المناعه بتاعته بتقل. فانا دلوقتي هحط كوكس كيور علشان احافظ على الفرخ بتاعي. دي جرعه تحصين، جرعه تحصين من الكوكسيديا والكوليستريديا. شايفين الفضلات هناك اهي، اهي في اخر العش اهي، ما شاء الله اللهم بارك، اعزكم الله. شايفين ما فيهاش اي حاجه، الحمد لله اللهم بارك، الله اكبر. فراخ قدامكم اهي، فراخ اهي ما شاء الله اللهم بارك. فضلات تانية قدامنا اهي ما فيهاش اي حاجه. الفرخ فرحان اهو بالفرشه، بيحب الفرشه النظيفه دي جدا جدا. الحمد لله الفراخ بتاعتنا زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. هحط الجرعه معاكم وارجع لكم تاني اهو. حطيت لهم السقايه وهم عطشانين جدا ما شاء الله اللهم بارك. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله. خلي بالنا من الفرخ. الفرخ لو ظبطنا له زي ما قلت كل مره التهويه، النظافه، درجه الحراره، عشان تحافظي على الفرخ بتاعك، دول اهم حاجه. زي ما قلت انا في اول تحصينه حطيت بنش واللي هو نيوسين بلس، دولت بس اللي انا حطيتهم. انا اصلا ما كنتش بحط بنش ده خالص، انا اول مره احطه المره دي. وكل الادويه اللي عندي انا مش بستعملها، كنت جايباها عروض في اول ما عرفت الحوار ده، ومن ساعتها موجوده عندي. اللي انا بهتم بيه فعلا كوكس كيور بتاع النهارده، ده مهم جدا جدا جدا. الجرعه دي مهمه جدا، لازم كلهم يبقوا عطشانين اهو ما شاء الله اللهم بارك. الحمد لله الله اكبر، مش بدري اي حاجه عليكم. الفرخ بتاعنا حيويته زي الفل. كوكس كيور بيتحط من اليوم ال 12 او ال 13. احنا النهارده اليوم ال 13 اللهم بارك الله اكبر. انا متهيألي في التصوير وقع مني يوم ما صورتش فيه، اللي هو اليوم ال 12 على ما ال 11 على ما اعتقد، ما صورتوش. ممكن اكون ما كنتش عملت فيه اي حاجه فما صورتش الفرخ، او ما كنتش فاضيه في اليوم ده. انا النهارده بصور لكم اليوم ال 13 اللهم بارك الله اكبر. هبدا معاكم ال 13 و14 و15 الجرعه بتاعتي، وهتقعد يومين وارجعها تاني بتاع كوكس كيور، يبقى خدوا الجرعه بتاعتهم. وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله منعانا من يوم ال 18 لليوم ال 22 لما نغير العلف، على حسب فراخي هتجيب نص كيلو امتى. انا ممكن الاقيهم هيجيبوا نص كيلو بكره بعده، لو اتاخروا معاك لل 22 يوم ما تخافيش، ما فيهاش اي مشكله. بس انا الحمد لله على كده فراخي هتجيب النص كيلو ان شاء الله على طول باذن الله، على 18 يوم باذن الله ان شاء الله، ونغير العلف مع بعض. هنقول ان هو بيصرف، الكتكوت معايا بيصرف، بس بتاكلي لحمه والله العظيم اقسم بالله العظيم ما بتلاقيها بره عند اي حد. ان شاء الله تكمل دورتنا على خير، ان شاء الله نشوف مع بعض لنهايه الدوره كل حاجه ان شاء الله واحده واحده مع بعض باذن الله يا رب. كل اللي ليه سؤال برضو انا ما بتاخرش عن حد، وزي ما بقول واللي عنده معلومه يقولها لي، نفيد بعض ونستفاد. متشكره جدا لكل اللي حضر معايا لنهايه الفيديو، شكرا جدا ليكم. نمشي مع بعض خطوه خطوه، هتطلع دوره ناجحه ان شاء الله بالاعشاب باذن الله ان شاء الله يا رب، مفيهاش اي ادويه طول الفتره باذن الله يا رب ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. مع السلامه يا اغلى متابعين.